عارف أسوأ كدبة بتتقال في عالم الشغل؟ مش المرتب هيزيد الشهر الجاي، ولا هنكرمك قريب. الكدبة اللي بتهد ناس من جوه: احنا هنا عندنا أمان وظيفي، طول ما انت معانا انت في ظهر الشركة. بس الحقيقة، الأمان الوظيفي في الزمن ده كدبة إدارية أنيقة، شكلها مطمن بس تمنها غالي قوي لو صدقتها لوحدها. أنا زتونة، وده بودكاست الموظفين اللي فاقوا، مش اللي لسه مستنيين الإدارة تقول لهم هم يساووا كام. الجزء الأول، حكاية طارق اللي كان فاكر الشركة بيته. هحكي لك عن طارق. طارق شاب زي حالات كتير مننا، اتعين في شركة كويسة، مكتب محترم، كافيه ماشين في الكوريدور، واتش ار بتبعت ايميلات فيها نحن عائلة واحدة كل شوية. أول يوم مديره قال له الجملة السحرية: بص يا طارق، هنا اللي يشتغل بضمير مكانه محفوظ، احنا مش من نوعية الشركات اللي بتقلب على الناس. طارق صدق، اشتغل بضمير، قعد بعد الدوام، اشتغل من البيت، شال شغل زمايله، عدى على نفسه غلطات الإدارة وقال: ماشي، المهم المكان، المهم الأمان. صحابه بره الشركة يقولوا له: طور نفسك، بص على فرص تانية، اعمل علاقات. يرد يقول: يا عم أنا كويس، عندي أمان وظيفي، ليه أوجع دماغي؟ عدت 5 سنين وطارق بقى اسم معروف في الشركة. أي أزمة اي تي، أي عميل صعب، أي ديدلاين محروق، هاتوا طارق. وفي يوم عادي زي أي يوم جاله ميل: نرجو حضورك اجتماع مع الاتش ار الساعة 2. دخل لقى الاتش ار ومديره قاعدين بابتسامة البلاستيك المعروفة. قالوا له: بص يا طارق، انت ما قصرتش، بس احنا عندنا إعادة هيكلة. المرحلة دي محتاجة توجه مختلف، وده مش معناه انك مش كويس، بس هينتهي التعاقد بنهاية الشهر وهنقدر تعبك بشهادة خبرة محترمة. طارق اتصدم، مش بس عشان هيمشي، الصدمات الحقيقية كانت في 3 أسئلة ضربت في دماغه. طب فين الأمان اللي كنتوا بتتكلموا عنه؟ طب أنا كنت بشتغل ليه لحد الساعة 12 في البيت؟ طب ليه ما خططتش لنفسي من بدري باعتبار إن في أي لحظة ممكن أكون راحل؟ خرج من الشركة بنفس رجليه، بس روحه سابت جزء منها جوه المكتب. الجزء التاني، الأمان الحقيقي مش في الكرسي. تعال نوضح الموضوع بهدوء شوية. إيه هو الأمان الوظيفي اللي بيتبعنا؟ لو فضلت ساكت ومريح، الشركة مش هتقرب منك. لو ما عملتش مشاكل وما طلبتش حقوقك، هتعيش وتموت هنا. لو حاطينك في صندوق وانت وافقت تقعد جواه، مش هنحدفك بره. بس الحقيقة إن مفيش حاجة في الدنيا اسمها أمان على ورق عقد. الاستراتيجية بتتغير، المدير بيتغير، رأس المال يقرر يبيع، يدمج، يقفل قسم كامل في إيميل واحد. فالأمان بجد مش اسم شركة تقيل في السي في، ولا عدد سنينك في نفس المكتب. الأمان الحقيقي 4 حاجات: كفاءة محدش يقدر يتجاهلها، مهارة بتعرف تعمل بيها فرق حقيقي مش موجود، لأ، مؤثر، مهارات بتتجدد طول الوقت، ما تعيش على اللي اتعلمته من 5 سنين، السوق بيتغير أسرع من مود مديرك. شبكة علاقات حقيقية، ناس اشتغلت معاهم يعرفوا قيمتك، يشهدولك، يرشحوك، مش لايكات على لينكد إن، علاقات بجد. وعي إنك باقي وممكن ترحل في أي لحظة. تشتغل وكأنك مكمل، بس تخطط وكأن ممكن يوصلك ميل اتش ار بكرة الصبح. الجزء الثالث، لما تلمع مش دايما بيسقفولك. تعال نروح حتة أوجع شوية. في بيئات كتير المشكلة مش إن الموظف ضعيف، المشكلة إنه مميز زيادة عن اللزوم، بيخلص شغله بدري، بيقترح حلول، بيشوف الغلط وبيقول رأيه. في عين مدير ناضج ده كنز، ده اللي يشيل، ده اللي أكبره. لكن في عين مدير نص كم، ده خطر، هيبان جنبي أنا. فيبدأ يشكك في نواياك، يقلل من إنجازك، يديك فيدباك غريب، محتاج تشتغل على الاتيتيود، يبعدك عن الصورة، يسحب منك ملفات مهمة، يسيبك على الهامش لحد ما بنفسك تقول أنا ماشي. وبمجرد ما تمشي، السيناريو المحفوظ: معرفش ينسجم، ما استحملش ضغط الشغل، كان شايف نفسه زيادة. والحقيقة إنك استحملت فوق طاقتك في مكان بيخاف الضوء، مكان بيحسب الأخلاق ضعف وشايف إن العقل تهديد مش ميزة. الجزء الرابع، بين الوهم والوعي، تشتغل إزاي وتخطط إزاي. يمكن تقولي دلوقتي: طب نعمل إيه؟ نكره في الشغل؟ نعيش في حالة شك دائم؟ لأ، الفكرة مش إنك تعيش بارانويد، الفكرة إنك تشتغل بحب وتخطط بعقل.
اشتغل في مكانك الحالي كأنك مكمل، ادي من قلبك، خليك محترف، سيب سمعة حلوة ورا ظهرك، مش عشان الشركة، عشان صورتك قدام نفسك وقدام السوق. بس في نفس الوقت ما تسلمش مفاتيح مستقبلك لحد، ما تربطش هويتك بشركة. انت مش موظف شركة كذا، انت شخص عنده قيمة، الشركة مجرد محطة. عمليا ده معناه ايه؟ طور نفسك حتى لو الشركة مش مهتمة، خد كورسات، اقرأ، اتعلم تولز جديدة، ما تستناش حد يمول تطويرك. انت مش مصروف عليك، انت مشروع نفسك. حد في سي في ولينكد انك واعمالك باستمرار، مش لما تحصل مصيبة تبدأ تدور. خليه دايما جاهز، كأن بكرة ممكن تحتاج تبعته. ابني شبكة علاقات محترمة، اشتغل مع الناس بضمير، ساعد لما تقدر، سيب انطباع حلو. الكلمة الحلوة والسمعة الحلوة بيتحركوا أسرع من أي إعلان وظيفة. اقرأ إشارات المكان، لو لقيت المميزين بيختفوا، اللي بيتكلم بيتقصقص ريشه، مديرك بيحاربك كل ما تلمع، اعرف إن الأمان هنا مؤقت والبقاء مش بطولة، أوقات بيكون استنزاف. الجزء الخامس، لو اتكسرت ما تلومش نفسك بس. ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وانت اصلا طارق اللي حكيت لك عنه، يمكن تكون قاعد في البيت دلوقتي بعد ايميل اعادة هيكلة محترم، حاسس انك فاشل وانك لو كنت احسن ما كانوش سابوك تمشي. اسمعني كويس، انت مش فاشل لمجرد ان عقدك خلص، انت مش قليل لمجرد ان الشركة قررت توفر تكلفتك، انت مش قد المسؤولية لمجرد ان مديرك ما استحملش صوتك او نجاحك. في فرق بين حد قام الاستغناء عنه عشان مش ملتزم، وحد تم الاستغناء عنه عشان بيطالب بحقوقه أو مبهر زيادة عن اللزوم. ما تحطش كل الذنب عليك، راجع، اتعلم، عدل، بس اوعى تخلي قرار إداري يكتب تعريفك. في الآخر انت مش ضحية أبدية، انت شخص كان في المكان الغلط في توقيت غلط مع ناس غلط، بس لسه قدامك فرص تانية طالما ما كسرتش نفسك بإيدك. الجزء السادس، كلمة للمدير اللي فاكر الناس بتمشي وبتتنسي. ولو بالصدفة مدير سمعني دلوقتي، تعال أقولك حاجة من ناحية تانية. لما تطمن نفسك بجملة الناس بتيجي وبترحل، الشركة هي اللي ثابتة، افتكر إن كل موظف متميز مشي ساب وراه حكاية. الحكاية دي بتتقال في كافيهات، جروبات واتساب، مكالمات ترشيحات. البراند بتاع شركتك مش بس لوجو، البراند سمعة على لسان الناس اللي خرجت. لو انت رئيس او مدير HR او صاحب بيزنس وسمعت نفسك بتقول جملة زي احنا عندنا امان وظيفي، اسأل نفسك بصراحة، كام واحد من اللي عندي ينام مطمن انه مش هيتفاجئ بالاستغناء في اي وقت؟ انا فعلا بحمي الناس اللي بتتعب ولا بسيبهم اول ما يبقوا هاليين؟ بدي مساحة للناس تبني امانها بنفسها ولا بربط مصيرهم بكرسي عندي؟ لو خايف من المبدعين ما تستحقش تقودهم، لو بتسيب اللي بيلمعوا يمشوا ما تستغربش لما تلاقي مكانك محاصر بمديرين نص نص وموظفين بيشتغلوا بيه قد الفلوس بس. في الخاتمة، اشتغل كأنك باقي وخطط كأنك راحل. في آخر الحلقة أنا مش جاي أقولك اسيب شغلك ولا عيش في قلق 24 ساعة، أنا جاي أقولك معادلة بسيطة لو ركزت فيها هتخفف عنك نص الوجع. اشتغل بإخلاص كأنك مكمل، ادي من قلبك وسيب بصمة وخليك محترف، وفي نفس الوقت خطط بوعي كأنك ممكن تمشي في أي لحظة. ما ترهنش مستقبلك على مكتب ولا وظيفة ولا مدير. اوعى تعيش الوهم إن الشركة هتحتضنك للأبد. الشركة عندها أهداف، أرقام، مجالس إدارات، وانت عندك روح وصحة وبيت وحياة. حط ده في دماغك، الوظيفة وسيلة تمشيك في الطريق، مش بيت تتعلق في سقفه وتتعلق بيه. الأمان الحقيقي مش عقد، الأمان الحقيقي مخ ومهارة وعلاقات وربنا قبلي وبعدي. لو لقيت نفسك بتشتغل من جوه قلبك بس مخطط بعقلك، ساعتها مهما تغير الكرسي هتفضل انت ثابت من جوه. أنا زتونة، وده كان كلام من قلب موظف عرف متأخر إن الأمان الوظيفي كدبة أنيقة، بس لحق نفسه قبل ما تبقى الحقيقة الوحيدة في حياته.